السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الحدث وهو النادي الأهلي. النادي الأهلي زي ما اتعود يفرحنا على طول. النهاردة بيحصل على درع الدوري بجدارة. أول حاجة طبعا بحب أشكر اللاعب رقم 1 وهو جمهور النادي الأهلي العظيم اللي بيتعب ويدفع فلوس عشان يروح المباريات وواقف ورا النادي ومش عايز أي حاجة غير عايز يشوف النادي بتاعه فرحان وبيكسب كل البطولات. ده اللاعب رقم 1 وهو الجمهور اللي بالملايين. دي حاجة. الحاجة التانية أنا عايز أقول للأندية التانية، هل النادي الأهلي بيكسب عشان هو عظيم ولا عظيم عشان بيكسب؟ طبعا هي الإجابة معروفة إن الأهلي أو النادي الأهلي بيكسب عشان هو نادي عظيم. الحاجة التالتة اللي هو بالنسبة اللعيب رقم 2 وهو مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب. بصراحة وفر كل الإمكانيات اللي أي مدير فني يشتغل ويخش أي بطولة يكسبها. وفر لعيبة، وفر أموال عشان يجيبوا لعيبة، وجايب يعني لعيبة جميلة جدا. الحاجة الثالثة وهي المهمة إني طبعا أنا بحيي بصراحة ابن مصر، مش الأجنبي، ابن مصر اللي هو مستقبل النادي الأهلي، مدرب واعد، الكابتن عماد النحاس. بصراحة ال6 مطوشة اللي لعبهم 6 من 6، مش هقول 10 من 10، لا هقول 6 من 6. ليه؟ 6 في المطوشة وناهي الدوري ب6 أهداف. النهاردة في ماتش فاركو 6 أهداف جميلة. فاحنا النهاردة بصراحة الأندية مفروض كلها، ومش عيب إن أنا أتعلم من اللي أحسن مني، مش عيب أشوف المنظومة دي ماشية إزاي، مش عيب أتعلم منها، مش عيب. وبعدين حاجة تانية أنا بحب أقول للأندية التانية، أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد. ودايما ربنا بيدي المجتهد، ربنا بيدي المجتهد بصرف النظر. النهاردة بصراحة يعني فرحونا، ادونا عادية 10/10، لأن النادي الأهلي يستاهل أكتر من كده، ويستاهل يكون في مكانة أعلى من كده، لأن هو النادي الأهلي عظيم. وهو الشعار اللي هو رفعه النادي الأهلي من زمان، إن الأهلي فوق الجميع، مش فوق الجميع خارج عن أبنائه، لا، على أبنائه كلهم عندهم مصلحة النادي الأهلي من زمان جدا، من ساعة ما النادي اتأسس. وهو أي حد بيمسك مجلس الإدارة أو بيكون على رأس المنظومة كلهم بيشتغلوا للنادي الأهلي. وعمرنا ما شفنا النادي الأهلي طلع رئيس نادي يتكلم على الرئيس اللي بقى اللي نجح او اللي فات. ما حدش يقول لك لا اللي فات كان بيعمل، ما فيش حد بيتكلم.
مش هي دي منظومة النادي الأهلي. سيان اللي ماسك إدارة النادي الأهلي كرئيس مجلس إدارة، سيان لعب كورة أو ما لعبش كورة كلهم ناجحين. ليه؟ لأن فيه سيستم النادي الأهلي ماشي بيه. النادي الأهلي ماشي بيه. مفروض الأندية التانية تشوف النادي الأهلي بيعمل إيه. أنت ليه مش عايز تتعلم؟ ليه متكبر ومش عايز تتعلم؟ أنا بتكلم الأندية ده، يعني اللي عايز يعني يبقى نادي برضو عظيم لازم برضو يبص للنادي الأهلي كمثال، لأن هي كلها منظومة ناجحة. منظومة ناجحة. وأنا مش بتكلم عشان الأهلي خد الدوري، الأهلي واخد دوريات كتير جدا والدواليب عندنا مليانة، بس الدوري ده بطعم خاص. لأن طبعا كان اللي كان بيلاحق الأهلي كان هو بيراميدز. وبيراميدز رغم عنده يعني بيضخ فلوس جامدة جدا زي ما أنا قلت قبل كده، بس سبحان الله النادي الأهلي لما يعني مش عايز أقول بقى كلمة، النادي الأهلي بيركب الدوري ما بينزلش تاني. وشفنا المنظومة بسم الله ما شاء الله ماشية، ومش في لعبة كرة القدم بس، عشان برضو ما نكونش بنقول كلام. لا، مجلس الإدارة يتحسب له بيفكر في كل الاتجاهات، باسكت، طايرة، يد، ألعاب قوة، رفع أثقال، أي حاجة. النادي الأهلي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. وبصراحة هو عيد علينا عيد كبير، وسبحان الله يعني العيد جاي يوم 6 وكسبنا 6. فسبحانك يا رب من المفارقات اللي هي الجميلة جدا، اللي احنا بنقول يا جماعة النادي الأهلي ده كيان منظومة. جه الخطيب بيمشي على المنظومة، جه حسن حمدي بيمشي على المنظومة مع حفظنا للألقاب. يعني أي حد يجي ده الأجندة بتطلع وبتنفذ اللي في الأجندة، ملوش دعوة مين، ملوش دعوة مين اللي ماسك، بيقصر على نفسه. أي رئيس مجلس إدارة ومجلس الإدارة كله بيقصروا على نفسهم، وهو النادي الأهلي رقم 1. فيا ريت الناس تحذو حذو النادي الأهلي، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الكلام ده أنا بقوله دلوقتي عشان نفرح. النهاردة احنا خدنا الدوري، نفرح. بكرة إن شاء الله هنقفل الصفحة ونخش على كأس العالم للأندية، عشان هنناطح فرق كبيرة. والفرق دي بقى اللي يقول لك بقى ايه ده تحكيم مش عارف ايه واحنا مظلومين والكلام ده كله، مفيش الكلام ده كله. ده في مطحنة، لازم تبقى اسناننا مسنونة عشان المطحنة اللي جاية. وانا بشكر اللعيبة والجهاز الفني، وبشكر كل الناس اللي ساهموا في المنظومة ان هي تنجح. وان شاء الله لو عجبكم الفيديو نعمل لايك وشير، وان شاء الله هنتكلم عشان كاس العالم للانديه في الفيديوهات اللي جايه. وبشكركم، ومساءكم فل وورد وخير وسعاده وفضل من الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله.